ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا مبسوطين. جايبه لكم النهارده فيديو فاخر من الاخر. فيديو النهارده بصي هيعجبك بجد. فيديو التوفير. هنعمل من القشطه زبده بلدي. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. زبده دي ولا مش زبده؟ يلا قولوا. يلا بينا. اول حاجه ديت سمنه قشطه. يعني انت كده بتشتريها من عند بتاعه السمنه البلدي، بتقولي له سمنه قشطه. واللي حابب يعرف دي انا جايباها منين، هسيب لكم في اول تعليق وهسيب لكم في صندوق الوصف وهشهيصكم. بس زي ما شهيصكم شهيصوني بقى، عندكم زراير تحت كده. يلا بقى اعجاب على شير على كومنت حلو زي كده، شهيصوني. المهم الزبدة دي لما بنجيبها لازم ندخلها التلاجة ما يقلش عن 3-4 ساعات. تمام. يعني ما ينفعش ان احنا نجيبها ونعملها على طول. دي كانت جايالي كده ديليفري. بص كل حاجة لحد البيت. فكانت سايحة قوي كمان فدخلتها في الفريزر كده حبة حلوين. المهم بقى يا بنات، هي بتكون بالشكل الكريمي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بتبداي انت بقى تجهزي عضلاتك وتقوي نفسك وتحطيها في اي طبق في اي حاجة. انا هقولها لكم المرة دي بطريقتين. تمام. المهم تفضلي بقى ايه، تعجني فيها كده، تعجني فيها تعجني فيها لحد ما تبقى معاكي بالشكل ده وتطلع الشرش اللي فيها. طبعا ملهاش طريقة عجن معينة ولا اي حاجة، يعني انتي بتفضلي ان انتي تلفي، يعني تضربي فيها كده، تضربي فيها لحد ما ايه، ما تبقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش صعبة، يعني هي مش صعبة بس بتاخد وقت. تمام. بالشكل ده. وبعد كده بقى ايه، كوريها خليها طويلة، اعملي ان شاء الله مثلثات، والله زبدتي كنت حرة فيها. الكلام ده برضو بيتطبق على الزبدة اللي هي وش الحليب، يعني لو انتي مجمعة تقدري برضو تعمليها بنفس الطريقة. بس كده بقى. المهم هنا انا كنت حاطة نص الشنطة الاولى. تمام. انا طبعا اللي انا طالباه متقسم لي على شنط، فطلعت شنطتين كده قلت اعملهم، بس انا في الاخر غيرت رأيي وعملت شنطة واحدة بس. المهم هقول لكم غيرت رأيي ليه في الاخر يعني. المهم اللي بيطلع منها ده بقى ايه، ده الشرش وجماله وفوايده، ما اقولكوش بقى على حلاوة الشرش. اعملي بيه معجنات، اعملي بيه بيتزا. اما البيتزا معجنات برضو. المهم بقى ايه، يعني بيكون طعمه حلو قوي وكمان ليه فوايد كتير. تمام. هحط بقى الباقي. يبقى دي الطريقة الاولى عملناها بايدينا. طيب الطريقة التانية ايه بقى يا لولو؟ هقولك الطريقة التانية هعمله في العجانة. انا ايه اللي يجبرني ان انا افضل اعمله بايدي اعمله بايدي اعمله؟ ده انا بجد انا طلعلي عضلات اليوم ده. فتقدري تعمليه في العجانة. طب ما عندكيش عجانة تقدري تعمليه بالمضرب دوت بتاع الخفق العادي خالص ده، مضرب البيض. بس طبعا عايزه اقولك ان بياخد وقت. خلاص الموضوع بياخد وقت، يعني مش دقيقتين 3 وتلاقي نفسك خلصتي. لا. شغلته حطيته في العجانة الاول على السرعة الضعيفة، وبعد كده رحت مزودة السرعة وسبتها مع نفسي. بصي بقى هنا هي كريمي ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه وطعمها حلو قوي. انا خدت حته كده حطيتها على وش الفطير، بجد طعمها خرافه خرافه. آه. بعد كده ابصوا ده المشهد التاني. الاول كان الكريمي، بعد كده ده المشهد التاني بوريكي ان العجينه بتديكي نفس اللي ايدك بتعمله. عايزه اقولك ان انتي بصي اغسلي ايدك 16-17 مره، يعني اهم شيء تكوني محافظه على نظافه ايدك. تعرفي بقى تلبسي جوانديات وتتعاملي والكلام ده تمام. بس المهم هنا انا كنت اعتقدت ان هي خلصت، بس لما مسكتها لقيت ان هي محتاجه بتاع 3-4 دقايق تاني. فروحت ايه عجنهم بقى بايدي. كان ممكن احطها في العجينه يعني، بس انا كنت شلتها من العجينه. فروحت عجنها كده بايدي لحد ما ظبطت الكلام معايا. و وبرضو بعملها ايه، بعملها كور. وخلص الموضوع. تصدقوا بقى، انتي لو مثلا طلعتي مثلا 5-5 عملتيهم، 3-3 عملتيهم، اي شويات وعملتيها مش هتاخد معاكي مجهود ومش هتاخد معاكي وقت. ولو عندك العجينة هتنجز معاكي كتير جدا.
بس كده. حلو الفيديو؟ حلو. اقول لكم رايي بقى بصراحه. ليه بقى هقول لكم رايي؟ طبعا الاول هنصفي الشرش خلاص. هقول لكم رايي ليه بقى. علشان كل كلمه انا بقولها محسوبه عليا وهتحاسب عليها. تمام. دلوقتي السمنه دي، القشطه دي ارخص. طبعا احنا كلنا بندور دلوقتي على حاجه الارخص، لو ارخص جنيه بنجري وراها يعني. فهي ارخص، سعرها ارخص من الزبده اللي احنا بنشتريها. تمام. فهي دي طعمها ايه؟ طعمها ايه يا جماعه؟ بس سعرها ارخص. طيب دلوقتي لو انتي مثلا جايبه 9 كيلو، خلينا في ال3 كيلو. لو انتي جايبه 3 كيلو، ماشي، ال3 كيلو يوزنوا معاكي كام؟ لان انا بقى قعدت اوزن. ال3 كيلو يوزنوا معاكي ايه؟ يوزنوا معاكي 2 كيلو. فمعنى كده ان انتي بتخسري كيلو، بيطلع معاكي شرش ده في كل 3. يعني لو انت جايبه مثلا 9 كيلو يبقى انت خسرتي 3 كيلو. طب ما الخساره دي في تمن ايه؟ في تمن الزبده. فيبقى انت كيلو الزبده كده مش واقف معاكي بالسعر اللي انت جبتيه، لا ده اضربيه بقى يبقى كيلو ونص، غير الوقت غير المجهود. فايه؟ تحسيها مش مستاهله. وبرده في الاول وفي الاخر كل واحد يعني اضرب حاله وعارف ايه هو المتاح اللي يعمله لنفسه. لكن من ناحية الطريقة، فالطريقة سهلة وطلعت معاكي بنفس النتيجة. ده ايه دورنا يعني. طريقة الحفظ المعتادة بقى ان انتي هتحطيها في الشنطة، وهتشيليها في الفريزر وهتسيحيها بقى. خلاص هي كده انتي معاكي زبدة، هتعمليها بالطريقة العادية خالص. وهسيب لكم بإذن الله طريقة تسييح الزبدة في صندوق الوصف. كده انا عملت اللي عليا معاكي. انتي بقى ما تنسينيش لايك، شير، كومنت، اشتراك. وبصي بقى، خشي بقى خدي جولة كده في القناة، ان شاء الله هتلاقي حاجات كتيرة هتعجبك. ولحد هنا اقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.